السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الطحينة بطريقة جميلة جدا، ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. عندي نص كوباية من الطحينة، هنزل عليها بالمية واحدة واحدة، مية عادية جدا من الحنفية، لا سخنة ولا اي حاجة. هزود عليها واحدة واحدة لحد ما احصل على القوام المطلوب، لا عايزاها تقيلة او ولا عايزاها خفيفة. وهنقلب فيها لحد ما لونها يفتح وتبقى لونها فاتح جدا. شايفين ما شاء الله لونها بقى فاتح جدا. دلوقتي هنزود عليها نص معلقة من الكمون، وكمان هنزود نص معلقة ملح، والملح طبعا ده حسب الرغبة. هنزود معلقتين من الخل انا استخدمت المعلقة الصغيرة، وكمان هنزود كده معلقتين زيت، ما تكتريش. وكمان هنزود رشة بسيطة من جوز الطيب، وعايزة اقولك هتفرق جدا في طعم الطحينة، هتخليها في حتة تاني خالص، طعمها هيبقى تحفة. وهنقلب كويس جدا. وكمان دلوقتي هنزود ربع معلقة من الثوم المفروم، لو حابة تستبدليه بتوم باودر مفيش مشكلة، بس الفريش بصراحة بيديها طعم تحفة. كمان هنزود عصير نص ليمونة، لان انا عاملة كمية قليلة مش عاملة كتير، فنص الليمونة حلوة قوي. وبكده الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. عايزة اقولك طعمها تحفة، ان شاء الله كده تجربيها، جميلة جدا، تقدميها مع المشويات بتبقى تحفة. يلا بينا كده هنقدمها مع بعض. شايفين قوامها كده جميل جدا، لانها لسه لما تدخل التلاجة القوام هيتقل، ما تقلهاش اكتر من كده. دلوقتي هنضيف عليها رشة بابريكا كده على الوش بس للجرنشة، وكمان حاجة بسيطة من الخضرة تكسر اللون. وبكده الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم، ويا ريت لايك كتير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبكده وصفتنا تكون خلصت النهاردة، واشوفك في فيديو جديد، وباي.